في مباراة خليجية عربية لم يرمي منتخب الإمارات المنديل ولعب حتى الرمق الأخير من أجل حجز مكانه بين الثامنية الكبار. الأبيض الإماراتي انطلق صوب مناطق الكويت، وبعد محاولات متكررة أثمرت ركلة جزاء انبرى لها يحيى الغساني نفذها بكل نجاح. يحيى حلم الإمارات، يحيى أمل الإمارات، يحيى الحلم من أجل التأهل ومواصلة. الحماس الإماراتي تواصل بهدف ثان بعد خطأ دفاعي يعود يحيى الغساني مسجلا الثنائية. ريد كارد، بطاقة حمراء على سلطان. معاناة الأزرق الكويتي تضاعفت عندما طرد سلطان العنزي بالدقيقة 53. بعدها نجح فهد الهاجري من تقليص الفارق في الدقيقة 60. بعدها ب6 دقائق أمن لاعبو منتخب الإمارات النتيجة بالهدف الثالث عبر نيكولا خيمينيز. وعلى بعض المحاولات انتهت المباراة بتأهل منتخب الإمارات وصيفا للمجموعة الثالثة. لمركز أخبار قنوات الكاس، جمال الشيباني.